السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ انا هعمل بسلة بالجزر وهطبخ جنبها رز بشعرية وفراخ. انا اول مرة اجيب البسلة بالجزر المجمدة واشوحها كده. سبتها تتشوح شوية، حطيت عليها ربع كوباية مية وشوحتها، وبعد كده حطيت عليها الصلصة. طبعا انا كنت مخرطة بصلاية وفص توم، وطعمها بجد طلع حلو قوي. ادي الرز بشعريه. انا طبعا ما عملتش من اول الاكل، ما كنتش حاطه في دماغي ان انا هصور بصراحه. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه مولد النبي. آه وكل سنه وانتم طيبين دايما يا رب، وانتم بصحه وعافيه كده. تنسوش يا جماعه لايك وشير واشتراك في القناه علشان يوصل لكم مني كل جديد. الرز بشعريه عايزه اقول لكم كان جميل جدا، مفلفل بقى وطعمه حلو قوي. الناس اللي بيعجن منها الرز يا جماعه، حط الميه فوق الرز على طول مباشر، واول ما الرز يغلي معاكي تقومي مهديه النار عليه قوي، وتجيبي شويه ميه صغيرين. اول ما تلاقي الميه اتشربت خالص تقومي حاطه شويه ميه صغيرين كده فوق على وش الرز، هتلاقيه استوى معاكي كله في قلب بعضه وطالع مفلفل وجميل. واللي مش بيحب يحط مرقه الدجاج يحط البابريكا. الكاري البابريكا، يحط بابريكا بدل مرقه الدجاج. متنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد يا جماعة. ويا ريت كومنت حلو بقى لاختكم كده. بعد ما خلصت خالص الفراخ طبعا مشوية في الفرن، هبقى اعمل لكم مرة التتبيلة بتاعة الفراخ واوريكم وهي مستوية وكده. طبعا بتحمريها على الشواية من فوق. ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. بسلة والفراخ والطحينة والمخلل والسلطة والرز، كل الحاجات دي بتفتح النفس الواحد لما يجي ياكل يا جماعة. صليتوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. يلا يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.